الغزالة ديالي اخر حليوه شاركت معكم ومعروفه ومحبوبه الجماهير ريشبوند. يا سلام كتجي كتحمق والمذاق ما نهضروش عليه. يلا تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير احتاجيت 4 البيضات من الحجم الكبير، 2 كيسان ديال السكر سنيده دائما بقياس العنبه، 2 كيسان ديال الزيت. البنات راهم ما عامرينش الكيسان. وكندير الفاني، عندي انا الفاني السائل، وكنحك البنات الحامض والليمون، وعندي فيكولا دي باتاتي، وعندي الدقيق بطبيعه الحال. انا كندير كل شيء في العجانه البنات. كنطرطق 4 البيضات، كنبدا ندير واحد القبصه ديال الملحه وكنزيد المكونات. البنات في العجانه من الاحسن ديروا هذاك الحرف ديال صافي. وكندير الليمون والحامض. الليمون والحامض عطاها واحد المذاق رائع. صافي كنبقى نخلط المكونات، ضروري ما نخلطو مزيان هاد المكونات في العجانه ولا شي ميكسور. صافي كنبقى نزيد المكونات كلهم، السكر سنيده، الزيت، الفاني، ومن بعد كندير 2 معالق كبار ديال فيكولا دي باتاتي ولا النشا ديال البطاطا ولا النشا العادي. هاد النشا غير كيزيد شويه يرطب لينا الحلوه ديالتنا، ماشي ضروري. كندير الخماره من وزن 15 غرام. صافي كنبقى نخلط. ضروري العجين يجينا على هاد الشكل، يكون رطب. شوفوا داك الليمون شحال كيعطي هكا المنظر. البنات وريتكم الحنه باش ما تقولوش راه وسخ. كنبدا نكور الفران يكون البنات انا ماما الله يرحمها كانت تقول لنا خاصكم ديروها قد البيه الا بغيتوها تجيكم يعني وحده فوق وحده. صافي الفران 180 درجه هي الحلوه طابت ليا. بالنسبه للكونفيتير وهذا هو لا ماغيناد ماغيناد سميتها اللي كيخلي لكم الحلوه ديالكم تجي رطبه وبنينه. الكونفيتير، وعصرت واحد الكاس ديال العنبه ديال الليمون ونص حامضه، كتعطي واحد المذاق غزال. البنات نوريكم الطريفات، يعني ممكن تطحنوه. انا طحنته وخليته تدفى، عاد درت فيه. انا هو السر البنات ديال الحلوه، حيت راه ماشي ضروري ديروا ليها الزبده. خليوها البنات هنا مجغجغه واحد 10 دقائق حتى كتشرب لكم مزيان هذاك الليمون وديك النسمه ديال الحامض. كتجي رائعه بهذه الطريقه. البنات ممكن تزيدوا واحد 2 معالق كبار ديال المزهر، انا ما ضفتوش. بغيتو نتوما وعجبكم ضيفوا، غير هو ما بغيت انا نبدل شويه المذاق وحتى هو كيغمل لينا الحلوه. وهذه هي ريشبون ديالنا. يا سلام. وهنا درت معكم، شاركت معكم كاع الحلويات اللي صايبنا، وكنتمنىكم تبارطاجيو الفيديو. بسلامه عليكم.